النهاردة هنتكلم عن قصة حزينة حصلت في حي المعادي بالقاهرة. قصة بنت اسمها منى، كانت حياتها بسيطة زي أي حد فينا، لكن الخلافات مع جارها محمد انتهت بمأساة كبيرة صدمت الكل. هنتابع مع بعض كل تفاصيل الحكاية خطوة بخطوة. منى بنت في أوائل العشرينات، عايشة مع أهلها في عمارة متوسطة في المعادي. كانت شخصية هادية جدا وبتحب الهدوء، بتشتغل في شركة صغيرة في وسط المدينة. محمد جارها في العمارة راجل في آخر الأربعينات، معروف بعصبيته الشديدة، كان متجوز وعنده عيال، كان دايما مضغوط من شغله ومن حياته الشخصية. في البداية العلاقة بين محمد وبين منى كانت عادية جدا، سلام وتسليم بسيط. بس مع مرور الوقت المشاكل الصغيرة بدأت تظهر، وكانت البداية من صوت محمد العالي وأسلوبه اللي كان بيزعل منى ويضايقها. منى حاولت تهدي الأمور وقالت لمحمد بأدب إنها محتاجة تعيش في هدوء، لكن محمد كان عصبي وغالبا بيرد بغضب. الجيران بدأوا يسمعوا مشاكل الكلامية اللي كانت بتحصل ما بينهم، وكان كل واحد بياخد موقف من ناحية. دي كانت البداية بس. الخلافات الصغيرة بدأت تكبر لما منى حاولت تشتكي لجيرانها، ومحمد في الوقت ده حس بالإهانة، وده خلاه يتعصب أكتر ويحاول يفرض نفسه بالقوة. الجيران في الوقت ده اتقسموا لنصين، في منهم اللي بقى مع محمد وفي منهم اللي مع منى، والموضوع اتحول لتوتر عام في العمارة. منى بقت بتخاف من محمد وبدأت تحس إن حياتها بقت جحيم بسبب الخلافات دي. بعد ما بدأ الخلاف بين منى ومحمد يبقى واضح، الأمور ما كانتش بتتحسن، بالعكس كانت بتسوء مع الوقت. منى كانت بتحاول تتجنب المشاكل، لكن محمد كان عصبي طول الوقت، وصوت العالي وأفعاله بيخوف الناس اللي حواليه. اللي كان بيحصل إن محمد ساعات كان بيرمي حاجات أو بيخبط على الحيطان لما بيتعصب، وده كان بيضايق منى وكل اللي ساكنين حواليهم. منى حاولت تتكلم مع محمد أكتر من مرة، تشرح له إن تصرفاته مش مقبولة وإنها عايزة تعيش في هدوء، لكن محمد كان بيرد بعنف، وكان دايما بيقول إنها بتضايقه وبتعمل له مشاكل في حياته. الجيران بقى عندهم قصص مختلفة عن محمد، ناس بتحكي عن مشاكله القديمة وإن هو أصلا معاه مشاكل مع أهله، من صغره اتربى في بيئة فيها ضغوطات. يعني من الآخر الناس بدأت تقول إن هو عنده مرض نفسي، وده خلى الناس بتخاف منه أكتر. وكمان منى بقت بتخاف لدرجة إنها لما بتسمع صوت محمد بتقول في نفسها ربنا يستر. حتى أهل منى كانوا لاحظوا التغيير اللي حصل في بنتهم. منى كانت دايما ساكتة، ما كانتش بتحب تتكلم كتير، ضحكها بقى قليل وكلامها كان قليل. أهل منى حاولوا يتدخلوا ويحلوا المشكلة، لكن منى كانت شايفة إنها لازم تحل مشكلتها بنفسها. في يوم من الأيام الخلاف وصل لمرحلة كانت ما تخطرش على بال حد. منى ومحمد اتخانقوا قدام باب العمارة بسبب صوت موسيقى عالية كانت مشغلاها منى في شقتها، ومحمد في الوقت ده شتمها وقال لها إنها مش مهتمة. الكلام طبعا يعصب وحصل مشكلة ما بينهم والصوت عالي. الجيران اتجمعوا بس مفيش حد قدر يسيطر على الموقف. منى كانت في حالة رعب، ومحمد كان عايز يوري إن مش بيخاف من حد وإن هو اللي صاحب البيت، رغم ان كل الناس مستأجرين ومفيش فيهم مالك البيت اصلا. الليلة اللي حصلت فيها الجريمة كانت ليلة عادية جدا بالنسبة لأي حد في المعادي. منى كانت قايمة زي كل يوم بتجهز نفسها للنوم، لكن محمد كان زعلان ومتوتر من المشكلة اللي حصلت معاه في الشغل. منى كانت قاعدة في شقتها وصوت التلفزيون كان عادي وخفيف، وفجأة لقيت صوت بيخبط على الباب وبيزعق بصوت عالي. لما فتحت علشان تشوف مين اللي بيخبط على الباب لقيت محمد واقف قدام الباب، وشكله كان مش طبيعي، كان متوتر وعصبي. محمد بدأ يزعق لمنى وقال لها كلام جارح جدا، وادعى انها السبب في كل المشاكل. منى حاولت تهدي الموقف وقالت له يهدى علشان المشاكل دي ما بتتحلش بالغضب ده كله، لكن محمد كان مش سامع لأي كلام، غضبه كان أكبر بكتير. المشكلة بدأت إنها تتصاعد بشكل كبير جدا، الزعيق بقى عالي جدا وبقى فيه مشادات، وبدأ إن هو يشتمها. محمد فجأة طلع سكينة كانت موجودة معاه وبدأ يطعن في كل مكان في جسمها. منى وقعت على الأرض والدم كان بينزل بسرعة في كل مكان. صوت المشكلة اللي ما بينهم خلى كل الناس تصحى، والجيران بدأت تجري على شقة منى علشان تعرف إيه اللي بيحصل هنا. الناس حاولت تساعدها لكن للأسف الجروح كانت كبيرة جدا. بعدها محمد وقف مكانه كأنه مش مصدق اللي هو عمله. بعدين الشرطة وصلت بسرعة بعد ما الجيران اتصلوا بالشرطة. لما الشرطة وصلت لقيوا منى على الأرض بتنزف جامد، وكان لازم ينقلوها بسرعة للمستشفى، لكن للأسف حالتها كانت حرجة جدا. محمد كان واقف هناك مش قادر يتكلم، وفي نفس الوقت شكله كان متوتر جدا. لما الشرطة قبضت عليه التحقيقات بدأت من أول لحظة. سألوا الجيران اللي حضروا الحادثة وشافوا اللي حصل، كلهم أكدوا إن محمد كان عصبي جدا وإنه في الليلة دي انفجر فجأة وطعن منى. الشرطة لقيت السكينة اللي استعملها محمد جنب منى وكان واضح عليها آثار الدم. محمد لما اتسأل عن السبب اعترف بكل حاجة وقال إنه ما كانش عايز يوصل للجريمة دي، بس الغضب والسيطرة على النفس كان أكبر بكتير.
النيابة العامة أخذت القضية بعين الاعتبار وبدأت تحضر أوراق المحكمة. منى في المستشفى كانت في حالة حرجة جدا وكل الناس بتدعي لها بالشفاء، لكن القدر كان أقوى بكتير ودي كانت بداية مأساة أكبر. منى دخلت المستشفى على جناح الطوارئ، الدكاترة عملوا كل اللي يقدروا عليه، لكن إصاباتها كانت خطيرة وكبيرة جدا، كانت بتنزف كتير والجروح في أماكن حساسة، كان لازم تدخل عمليات متكررة علشان يقدروا ينقذوا حياتها. أهل منى كانوا في حالة انهيار ومفيش حد فيهم مصدق اللي حصل، والجيران اللي كانوا ساكنين حواليهم ما كانوش برضه مصدقين اللي حصل، وحالة الغضب والترقب كانت واضحة في كل مكان في العمارة. منى بقت بين الحياة والموت لمدة أيام، الدكاترة قالوا إن فرصتها ضعيفة جدا. خلال الأيام دي محمد كان محتجز في اسم الشرطة ومحاميه بدأ يجهز أوراق الدفاع، بس الكل كان مركز على صحة منى. الأحداث دي كلها خلت الحي كله يتكلم عن الجريمة، الناس كانت بتخاف وبتسأل هو ممكن يحصل كده في حي زي المعادي؟ وكمان فتحوا نقاشات ما بينهم عن العنف الأسري والعصبية المفرطة وإزاي لازم يكون في حلول علشان تمنع الحاجات دي قبل ما تحصل. قبل ما نودعكم النهارده لازم نفتكر إن العصبية والغضب لما بيتحكموا فينا بيخلوا الأمور تتدهور بسرعة. لو حسيت إنك مش قادر تسيطر على غضبك دور على حاجة تساعدك أو تحاول تتكلم مع حد بتثق فيه. العنف مش حل أبدا، ودايما في طرق تانية تقدر تحل بيها مشاكلك من غير ما تجرح حد أو تاخد حقك بالقوة. جريمة منى ومحمد علمتنا درس غالي إننا لازم ننتبه لغضبنا، وإن السكوت عن المشاكل مش دايما بيخليها تروح، أحيانا بيزودها. لو حسيت إن حد حواليك محتاج مساعدة ما تترددش تديله إيدك، الكلام والدعم ساعد بينقذوا حياة ناس. أنا محمد أنور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الحلقات الجديدة. استنوني يوم الخميس الجاي الساعة 9 في حلقة جديدة من أبعاد تانية.